موازي مع عقد الزواج، نديروا عقد مدني اللي تنشترطوا فيه على بعضياتنا بعض الشروط، وكيقول واش يمكن لي نشرط عليها انها في حاله الطلاق ما ننفقش عليها. والحاجه الثانيه، واش يمكن لها تشرط عليا ما نتزوجش زوجه ثانيه، يعني التعدد. طبعا مدونه الاسره جابت هذا المبدا ديال العقد الموازي لعقد القران، اللي هو عقد مدني، يعني تخصو تجتمع فيه جميع الشروط الشكليه والجوهريه لصحه العقد، لكن طبعا ما خصش الشروط اللي تكون في هذا العقد تكون ضد النظام العام. فملي كنرجعوا لمدونه الاسره تلقاو بانه نفقه الزوجه على زوجها، وهذه قاعده من القواعد الامره، يعني ما يمكنناش نتفقوا على عكس ذلك في حاله الطلاق. في